سواء كنت في الشغل او في ريليشن شيب او في حياتك اليوميه العاديه. وارد جدا يحصل وبكل سهوله مس كوميونيكيشن، سوء تواصل يعني، وده طبيعي جدا وبيحصل يوميا مع ناس كتير وناتج من اسباب كتير مختلفه زي عدم الانصات، وطبعا في فرق بين الانصات ومجرد السماع، او عدم قدرتك على التعاطف ومواكبه الاجواء ومود الحديث، واسباب تانية كتير هنكتشفها في حلقتنا. وبرضه هنكتشف مجموعه من المهارات اللي من خلالها اقدر احول سوء التواصل لتواصل فعال، وحرفيا ممكن تكون هي سر نجاحك. فهنوضح في حلقه النهارده يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز، وكمان انواعها الرئيسيه بالاضافه لاهميتها وازاي اقدر انمي واطور مهاراتها. وهختم باهم 10 مهارات بنستخدمهم في الكوميونيكيشن واللي لازم تركز عليهم جدا. معاكم محمد الصواف من قناه رحاله، فما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا نبدا. في البدايه كده خلينا نعرف يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز. هي مجموعه من المهارات بتمكن الافراد من التفاعل والتواصل بفاعليه مع الاخرين. فهي القدرات اللي بتستخدمها عند اعطاء وتلقي انواع مختلفه من المعلومات، لانها بتمكن الافراد من حاجات كتير زي نقل المعلومات بدقه والتعبير عن الافكار بوضوح ونقل العواطف بفاعليه مع الاخرين. وبتشمل جوانب مختلفه من الاتصال، او نقدر نقول بتنقسم لاكتر من نوع. فتعال نوضح انواع الكوميونيكيشن سكيلز. فهي مكونه من 4 انواع رئيسيه: verbal communication, non-verbal communication, written communication, visual communication. فتعال نوضح كل نوع منهم بشكل اكتر من التفاصيل. فالفيربال كوميونيكيشن هو الاتصال المنطوق، فالحاجات اللي انت بتقولها، وعشان يكون فعال لازم يكون في فروق واضحه في الالفاظ اللي هتقولها ونغمه او نبره الصوت ومخارج الكلمات بحيث نطقها يكون واضح. والامثله عليها كتير زي المحادثات الشخصيه ومكالمات التليفون والفويس نوت. انما بالنسبه للنون فيربال كوميونيكيشن فهو الاتصال غير اللفظي والمعتمد في نقله على وسائل تانية زي الاشارات والاي كونتاكت وتعبيرات الوش. فنقدر نلخصه في ان هو البادي لانجويج، وبيكون ليه تاثير قوي في ايصال وتفسير الرسائل والاقناع كمان. انما الريتن كوميونيكيشن فهو الاتصال النصي اللي من خلال الكلمات المكتوبه، وزي ما اغلبنا بيتواصل في السوشيال ميديا او لو في بيئه العمل فبتكون بطريقه رسميه شويه فهنبعت ايميلز او تقارير، وممكن نتوسع شويه ونقول كمان زي المقالات والبلوجز والجورنال كمان. وعشان كده بيتطلب مهارات في التنظيم والترتيب واختيار الكلمات المناسبه، وكل ده بهدف توصيل الرساله بافضل طريقه. واخيرا الفيجوال كوميونيكيشن فهو الاتصال المرئي المرتبط بالاستخدام المباشر للصور والرسومات البيانيه، وكل ده بهدف نقل المعلومات والافكار بطريقه سهله ومفهومه وواضحه. وعشان كده هتلاقي غالبا بنستخدمها في الاعلانات زي ما وضحنا في سلسله الجرافيك ديزاين او المؤتمرات وكمان المخططات. حابب بس اوضح ان غالبا مش بنستخدم نوع واحد من التواصل، على الاقل هتلاقيك بتستخدم نوعين او اكتر، وطبعا ده بيتحدد على حسب الحاجه اللي حابب توصلها او على حسب الموقف اللي انت فيه. فهل تقدر دلوقتي تحدد احنا في حلقتنا بنستخدم كام نوع منهم؟ على العموم هستناك تقولي تحت في الكومنتات. واظن يا صديقي من الجزء اللي فات ظهر اهميه الكوميونيكيشن سكيلز بمختلف انواعها في نقل المعلومات والتعبير عن الافكار ونقل العواطف وايصالهم واقناعك بيهم كمان. بس دي مش كل اهميتها، فتعالى ازيدك من الشعر بيت ونتكلم اكتر عن اهميه مهارات التواصل. فهي بتساعدك في بناء علاقات قويه ومؤثره، لانها بتمكنك من التواصل بفاعليه مع الاخرين وفهم احتياجاتهم وبناء ثقه واحترام بينك وبينهم. وبسبب كده فهي سبب في تعزيز العلاقات الشخصيه او المهنيه سواء في العيله او مع اصحابك او زمايلك في الشغل. فهي بتساعدك في التواصل والتعبير عن مشاعرك وتحسين قدرتك على حل النزاعات والتفاهم. فبالتالي هتساعدك في تعزيز القياده والتاثير، وكمان لانها بتمكنك من التواصل بوضوح واقناع الاخرين بافكارك ورؤيتك، واللي هينتج عنه انها بتساعدك على الهام الاخرين واداره المواقف، فهم واحترام الاخرين. فبتمكنك من فهم واحترام وجهات نظر الناس التانية، وبتساعدك على الاستماع الفعال والتعبير بوضوح، وبتعزز قدرتك على التعاون والتفاهم. فبالتالي هتساعدك في تجنب سوء الفهم والصراعات، لانها هتساعدك فهم الجوانب المختلفه للموضوع واللي هينتج عنه تجنب سوء الفهم، سبب في تحسين الانتاجيه. فهي بتساعد الكل على فهم ادوارهم واداء واجباتهم بشكل افضل، واللي هينتج عنه زياده الانتاجيه، واللي هيكون سبب في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، واللي تعتبر نتيجه لكل النقط اللي فاتت. عشان كده بينصح بالعمل على تنميتها وتحسينها لتحقيق النجاح في مختلف جوانب حياتك، وده اللي هنحاول نساعدك في تحقيقه من خلال بعض النقط. فده يدخلنا على ازاي اقدر انمي واطور الكوميونيكيشن سكيلز. فاول حاجه اتعلم من حولك، اتعلم من الاشخاص اللي بيتواصلوا بشكل جيد وباستمرار وبيعرفوا ينقلوا افكارهم والمعلومات بوضوح وباحترام وتعاطف وثقه. وابحث عن التعليقات البناءه باستمرار، وخد فيدباك من اشخاص بتثق فيهم وفي تعليقاتهم بحيث يكونوا صادقين معاك ويقدروا يساعدوك في فهم نقط ضعفك لتحسينها وفهم نقاط قوتك لتطويرها. ومش بس كده، لا كمان خليك اوبن مايند وتقبل اراء الطرف الاخر واستمع ليه بانصات عشان تفهمه كويس وتخليك منفتح على ردود فعله وتتقبل رايه ونقده.
ابحث عن فرص للتواصل وحاول تتواصل دايما، وده اللي هيساعدك على تحسين مهارات التواصل عندك من خلال ممارسه حاجات جديده تخليك متواصل باستمرار وبشكل افضل. عشان كده لازم تعمل شبكه علاقات قويه، فده اللي هيساعدك في التواصل باستمرار وهيزيد من فرصك بمجرد تعرفك على اشخاص تانية وبناء علاقات معاهم. شارك في عمل تطوعي او نشاط طلابي، وحرفيا هيوفر لك كل الحاجات اللي قلناها عشان تقدر تنمي مهاراتك وتطورها، وعاملين فيديو كامل موضحين فيه اهميتها، ممكن ترجع له في اي وقت. وبعد ما عرفنا ازاي اقدر انمي واطور مهاراتها بشكل عام، دلوقتي جه دورنا نعرفك اهم 10 مهارات بنستخدمهم في الكوميونيكيشن سكيلز، وده عشان تهتم بيهم وتقدر تطورهم بشكل خاص. فاول حاجه معانا هي الليسننج سكيلز، مهارات الاستماع. فطبيعي لازم تسمع اكتر ما بتتكلم، فحاول تسمع عشان تفهم مش عشان ترد، واظهر اهتمامك للطرف الثاني من خلال استماعك ليه بعمق، وده لان بنركز على الكلام اكتر رغم ان الاستماع بيكون اهم بكتير. فحاول ان تسال نفسك هل انت مركز على اللي بيقوله ولا على اللي انت عايز تقوله. امباثي سكيلز، مهارات التعاطف. فالتعاطف هو القدره على فهم افكار ومشاعر شخص تاني، ومش بس كده، لا وكمان مشاركه المشاعر دي بشكل فعال واختيار الرد المناسب للموقف. وحاول تدخل لاجواء ومود الحديث، فاسال نفسك دايما ليه ممكن يحس الشخص ده بالطريقه دي، وازاي هحس لو كنت مكانه. فريندلس سكيلز، مهارات الود. فعشان تقدر تتكلم مع حد حاول دايما يكون في ود بينك وبينه، فممكن الصفات زي الصدق واللطف وغيرها ان تساعدك في تعزيز الثقه والتفاهم عند التواصل مع اي شخص. ريسبكت سكيلز، مهارات الاحترام. واحد جوانبها الرئيسيه هو معرفه امتى تبدا التواصل والرد، وكمان السماح للاخرين بالكلام بدون مقاطعه، وده اللي هيساعد ان يخليكم في نفس الموضوع. كونفيدنس سكيلز، مهارات الثقه. ففي اي مكان من المرجح ان يستجيب الناس للافكار اللي بيتم تقديمها بثقه، فعشان تقدر توصل لحد رساله او فكره او كلام انت عايز تقوله لازم انت تكون مصدقه الاول من جواك ومقتنع بيه جدا، وبتحاول تحققه عشان اقتنع بيه انا كمان. كلاريتي سكيلز، مهارات الوضوح. فبطبيعه حالنا كبشر بنركز وبنستمتع مع اي موضوع او نقاش لما بيكون واضح ومفهوم ودايركت كده، وبتلاقي نفسك اتقفلت ومليت وزهقت وممكن توصل للسرحان لو لقيت الكلام داخل فيه غموض او مصطلحات صعبه او حاجات تخليك ما تكونش فاهم، فهتلاقي نفسك بتبدا تحذر منه ومن التواصل معاه اصلا. اوبن مايند سكيلز، انك تكون منفتح وعندك تقبل لاراء الغير حتى لو كنت مختلف معاهم او مش مؤمن بافكارهم، بس برضه لازم تحترم وجهه نظرهم عشان تقدر تتواصل معاهم. اكسبتنج فيدباك، انك تتقبل التعليق والنقد، فلازم تمرن نفسك على ده، لان بطبيعتنا دايما كبشر بنحب نقول راينا في حاجه، وعكس كده ما تحبش حد يقول لك رايه في اي حاجه تخصك او يقول لك انت وحش في كذا، على الرغم ان ممكن تستفيد منه وتعرف وحش ليه او ايه عيوبه وايه النقط اللي تم نقضها عشان تقدر تطورها بعد كده. ريفليكشن سكيلز، مهارات الانعكاس. فهي بتشير على القدره على التفكير والتحليل والتعمق في الرساله والرد عليها بشكل فعال ومرن. فاحنا كبشر بنحب بطبيعتنا التفاعل وان يكون في نقاش داير بيني وبينك، والانعكاس مش بيقف لحد هنا، لا كمان بيستمر بعد ما اسيبك والكلام يكون ليه اثر يخليك تبدا تفكر فيه. ريسبونسيفنس، الاستجابه. فحاول ما تعملش كاريزما وترد كل سنه مره سواء كانت على مكالمه او رساله او ايميل، فردك بمجرد وصولك الرساله فهو نوع من انواع الاحترام والتقدير واللي هيساعد على التواصل بينكم بعد كده. فخليني بس افكرك تاني ان كل مهارات الكوميونيكيشن دي بتكمل بعضها، وكلها بتهدف لتواصل افضل بين الطرفين لتقبل وتسهيل نقل المعلومات المختلفه من مشاعر وافكار ورأي. فحاول تهتم بيهم جدا لانهم حرفيا سر نجاح اي شخص. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وانتظرونا في الحلقات اللي جايه، وافتكر ان بدايه رحلتك دايما هتكون من هنا. مع السلامه.